هيكا عابيش. انا ما اعرف يعني الناس اللي قاعدين في هيكا عابيش دي انتم مالكم مثلا مشكلتكم شنو يعني؟ انتوا يتامى مساكين ابن السبيل مالكم انتوا مشكلتكم شنو؟ ما ممكن هيكا عابيش كله تلقى السودانيين اللي قاعدين هناك مصنقرين في المصاطب بيتفرجوا في الماشي وفي الجاي. انت يا زول قاعد في المصطبه عندك شنو انت يا زول؟ انت مشيت من هنا مالك مشكلتك شنو مثلا؟ عندك شنو؟ انت قاعدك ذاته في المصطبه صباح ومسا شنو؟ انا داير اعرف. مشيت من هنا ما عندك شقه تقعد؟ مسكين ما عندك محل اصلا تقعد؟ ما عندك محل تبيت فيه؟ ولا مالك مشكلتك شنو؟ طبعا الناس اللي قاعدين في كعابيش 90% كويس كلهم قاعدين في المصاطب برا. انا ما عرفتهم طردوهم من الشقق ولا هم اصلا ما اجروا شقق قاعدين. يعني ناس كلهم قاعدين شفتها في المصاطب برا. ده غير الناس شفتها شويه كده الحبه كده حبه حبه عندهم شويه قريشات ديل عندهم محل كده عندهم قهوه كده اسمها البلكونه. ديل تمشي تلقاهم هناك الواحد بيشرب كوبايه قهوه واحده كويس وبقعد من الصباح للساعه 8 بكوبايه قهوه واحده بس. بقعد في الكرسي يسعد الله لما بنطلونه ذاته بيتبلى بيتحت. مالكم انتوا مشكلتكم شنو؟ انتوا مشيتوا والشغله غلبتكم يعني مثلا؟ ولا مشيتوا والموضوع ما قدرتوا له ولقيتوا اكبر منكم؟ الحياه هناك صعبه؟ مالكم مشكلتكم شنو؟ ما ممكن. انا يا اخي انا الفيديو جابوا لي في حي الكعابيش ده والله فيديو يحنن ويجنن والله. يحنن عديل كده. انا استغربت انه قلت ديل سودانيين صح كده؟ ديل سودانيين يعني قاعدين في يا اخي الزول ده في كل شارع بلقى لي زي 30 سوداني قاعدين في المصاطب. انا مستغرب ذاته. مصاطب قاعدين مساكين مساكين والله مسكنه كده ذاته غريبه. يا اخوي هو والله شغله لو غلبتك وما قدرت لها خليها تعال والله. خليها تعال ما رجاله والله ما رجاله. لكن خليها تعال. انت ما قدرت ما بالقوه ما بتيجي بالقوه تعال ساكت والله.